السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه قوي. هنعمل شويه عيش كده حلوين، او عيش الزبادي في الطاسه وعلى البوتاجاز. حاجه حلوه كده تدفي بيها البيت. والعيش اللي بيجي من بره ده احيانا كده بيكون مش الطف حاجه، فهنعمل بكوبايتين دقيق كده شوية عيش حلوين. حطيت بقى في حلة بتاعتي كده نص كوباية من المية الدافية، واحط فيها معلقة من السكر، وهحط معلقة من الخميرة، معلقة يعني مش معلقة كبيرة بس مش ملانة، ممسوحة، من الخميرة الفورية. وهقلب بقى السكر مع الخميرة مع المية الدافية دي كويس بالمعلقة بقى أو بمضرب. وحاجة سهلة وبسيطة ولا فرن بقى ولا تتعبي نفسك ولا مجهود. كل الحكاية على الطاسة وحاجة كده يعني مظبوطة قوي. هحط معلقتين من الزبادي. العيش النهاردة بتاعنا عيش طري، أطرى عيش على الإطلاق، يعني طري بجد بجد تحفة. حطيت بقى معلقتين من الزبادي، وهبدأ ان انا اقلب الزبادي برضو مع المية ومع الخميرة ومع السكر اللي انا حطيته زي ما انتوا شايفين كده، علشان الزبادي بس ما يكونش فيه اي كتل. وتكون بقى شويه يعني الميه دي كده ملساء معايا. طبعا لو عندك لبن رايب وما عندكش زبادي تقدري برضو تشتغلي بربع كوبايه من اللبن الرايب. واحط معلقتين بس من الزيت، معلقتين اتنين بس يا جماعه من الزيت. يعني الوصفه ايه، اقتصاديه اقتصاديه، وبس في الاخر يعني هتاخدي نتيجه ما شاء الله ممتازه. هبدا بقى ان انا اقلب كده. هحط كوبايه دقيق، وهحط عليها رشه الملح كده زي ما انتوا شفتوا. وهبدأ بقى ان انا انخل الدقيق كده والملح بتاعي. واحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر، يعني مش كبيرة ولا حاجة، لان طبعا العيش بتاعنا فيه خميرة، واحنا طبعا معتمدين على الخميرة. ولكن البيكنج باودر بيدي هشاشة ايه بسيطة كده، علشان احنا هنعمله في الطاسة وكل الكلام ده. هحط كمان تاني كوباية وهوت من الدقيق. وهبدأ بقى كده ان انا اقلب في العجينة بايدي او بالمعلقة، على يعني ايه، على حسب كده ما نشوف احنا هنحتاج دي ولا مش هنحتاج. لفيت بقى كده العجينة. هنحتاج شوية كده من الدقيق برضو، لان العجينة لسه ملزقة كده وايه، ومحتاجة كمان كوباية من الدقيق. حطيت بقى كده كوباية من الدقيق. طبعا الدقيق كله منخول. الدقيق اللي انا بشتغل بيه يعني مغلف، بس برضو لازم يتنخل زي ما احنا متفقين وزي ما احنا بنقول في كل فيديو. هعمل ايه بقى؟ هبدأ ان انا ايه الف كده العجينة ببعضها كده. وبعد ما هلفها برضه هاخدها وهروح فين، طبعا كل اللي متابعني عارف، هاخدها وانزل على الرخامة على طول. اعجنها بقى لما تديني كده قوام املس وناعم. وابدا بقى ان انا ايه اسيبها تخمر وابدا اكمل شغلي فيها. شوفوا بعد ما عجنتها بقى، ما حبيتش برضه اطول عليك الفيديو علشان انتوا عارفين طريقة عجني يعني في المعجنات او كده، فاكيد يعني عندكم فكرة. هبدأ بقى ان انا ايه انزل العجينة من الحلة كده بعد ما خمرت معايا. هبدأ بقى اقطعها الرغيفة بتاعتي تكون متساوية. انا عاملة كمية قليلة، يعني 3 كوبايات دي برضو قليلين. ولكن انت لو ما شاء الله يعني عدد الافراد الاسرة كتير او كده، تقدري تضاعفي الكمية وتقدري تعملي زبداية من اللي هي الكبيرة. وعلى كيلو دقيق، على معلقتين كبار خميرة فورية، وعلى معلقتين سكر برضو، ورشة ملح، وربع كوباية من الزيت، ولا ربع كوباية زائد معلقتين ولا حاجة. والدنيا هتظبط معاكي وهتبقى زي الفل. واعملي برضو كله في الطاسة، وكله حاجة سهلة وبسيطة. بعد ما ايه ما يعني مقطعة العيش كده كلها تقطعات متساوية، هبدأ بقى اجيب النشابة او اي حاجة يعني موجودة عندي، ابدأ ان انا اشتغل بيها كده. العيش بقى يكون ايه متساوي كده، يعني ايه هسيب برضو الاطراف تخينة، علشان يعني ايه اخد كده من جوه وانا طالعة. وابدا بقى ابدا بعد كده بقى اسوي بايدي، علشان اخد يعني يعني ايه سمك او وزنة مظبوطة للرغيف بتاعي. طبعا العيش ده بخمر على مرتين،
أول مرة، وبعدين نقطع كده ونشكل ونعمل الأرغفة. وبعد ما هنعمل الأرغفة كده زي ما انتوا شايفين هحطها على فوطة مطبخ أو على أو على شال. الشال اللي أنا بستخدمه في يعني في الجبن وكل الكلام ده. حاطة تحته صينية. شوفوا سمك الرغيف قد ايه. سيبوه تخين شوية يعني ما ترققوهوش قوي. وهبدأ بقى ان انا احطه علشان هيخمر طبعا على مرتين. بعد كده ما بططته هسيبه، وبعد ما الطاسة بتاعتي كده سخنت على نار هادية. نار هادية اللي هي المتوسط، يعني لو هادية قوي مش هيقب معاك، ولو عالية قوي هيتحرق ومش هيستوي. فالنار اللي هي الوسط هتكون مناسبة قوي، وهتكون ألطف حاجة للعيش. ما شاء الله العيش لو انتم ملاحظين بدأ يقب معانا، يعني هو بيقب جميل جدا، طعمه في منتهى الجمال، طعمه تحفة تحفة. وحاجة كده يعني ممتازة بجد بجد، جربوه. ولا فرن بقى ولا حاجة، يعني كل الحاجات دي سهلة، وعيش الطاسة وكلها يعني حاجات سهلة وبسيطة. نقوم كده نتشجع ونعمل الحاجات دي حلوة، ندفي البيت للأولاد. ولو كلوه أصلا من غير، يعني لو كلوه حاف من غير أي حاجة جنبه وهو سخن كده، ويعني حلو، أحسن من، يعني أحسن من اللي احنا بنشتريه. احنا مش عارفين يعني منخول الدقيق شاهدين عليه او حاجات كده يعني. كل حاجة في البيت مهما كانت مش زي بره بالتيبيكال يعني، بس بتكون طبعا افيد واحسن، وانت عارفة انت عاملة الحاجة للاولاد ازاي. فكل الحاجات دي حلوة. شوفوا العيش من جوه هشش وعامل ازاي، كل طبقة سايبة التانية، يعني مفيش كلام. لا تقولوا لي بقى معجن ولا مقدد ولا ناشف، ولا هو طري. وفي نفس الوقت يعني كل طبقة كده سايبة نفسها من جوه وقابب مش لازق في بعضه. وفي نفس الوقت كده مع يعني جميل بجد بجد حلو قوي. وطريقته يعني مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى ان انا ايه على يعني كل ما يقب كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. أبدأ بقى ان انا اقلبه على على الناحية التانية، ياخد لون. وطبعا كل ما بقلبه ياخد لون كل ما بيستوي من الناحية التانية. لا الوجه ده لا الوجه ده، فبيستوي فبيفصل اصلا عن بعضه، ومش بيكون ملزق ابدا ولا كل الكلام ده. بعد ما بقب كده هبدأ بقى ان انا ايه يعني ايه اتكة كده شوية على الجهة اللي هي واطية شوية. تبدأ برضو تقب معايا وتاخد لون زي ما انتم شايفين كده. لونه مظبوط قوي ولونه ذهبي وطعمه حلو. تحس ان الحروف تحسوها بيضة طبعا علشان ما فيش نار من الجوانب وكل الكلام ده. بس شكله يفرح كده ومستوي، يعني هو مش طري، هو مستوي وطعمه حلو. هبدأ بقى طبعا كل الكلام ده بعد ما العيش خمر تاني مرة، يعني انا هو خمر وانا قطعته وبططه معاكم. بعد ما بططته كده حطيته على صينية وغطيته بالطبقة التانية بالشال وعليه فوطة مطبخ وسبته يخمر. ولما خمر بقى بدأت ان انا اشتغل فيه على الطاسة. طبعا لو مخمرش واشتغلت فيه على طول مش هيديكي نتيجة مظبوطة ابدا ابدا ابدا. حتى لو هتشتغليه في الفرن او هتشتغليه على الطاسة لازم يخمر طبعا تاني. زيه زي القرص كده نقول مثلا هبدأ بقى ان انا كده اقلب على على الوجهين. وكل ما الطاسة ما شاء الله سخنت بقى وخدت على على الخبز بقى والدنيا اتظبطت كده، كل ما احط رغيف يطلع احلى من اللي قبله. فهي بتظبط، بس بتبقى اول رغيف بتظبطي بيه النار وبتظبطي بيه الحاجة كل الحاجات دي. وبعد كده بظبط معاكي. العيش ما شاء الله ابيض ولونه جميل. بس مش عارفة ساعة ما العيش بيجي قدام قدام الكاميرا بيصفر ليه، بحس ان الاضاءة كلها صفرة، بس انا مش عارفة ليه. لو حد يعرف يقولي في الكومنتات. ممكن يعني إضاءة اللون كده يعني بتاع العيش عاملة على على التليفون، مش عارفة. هو أبيض كده، وساعة ما بيجي عند عند الكاميرا بحس إن الإضاءة كلها صفرا. شوفوا العيش طار ازاي. قطن يا جماعة، قطن، ده مش عيش، ده قطن. أنا كده يعني ايه أي معجنات كده بتكون بالحلاوة دي بسموها قطن على طول. جميلة، هشة وطرية. ويعني ولو فضل لتاني يوم طري، يعني مش الموضوع ان هو عشان طالع من الفرن وكل الكلام ده، لا بفضل طري وبفضل ما شاء الله. شوفوا عامل ازاي. وسهل جدا بقى وبسيط، وحاجة كده دافية او سخنة كده تدفي الاولاد واحنا في الشتاء. يعني لو شوية حتة جبنة وكوباية شاي يبقى كده تمام اوي. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، واشتراك في القناة اللي لسه مشتركش. وتنوروني كده طبعا وتشرفوني. والسلام عليكم ورحمة الله.